عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة ميرابيلا. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسة البرتقال بواحد الكريمة اللي كتجي رائعة بزاف لذيذة، ما تشبعوش منها دغيا كتحضر. المكونات اللي بسيطة، خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في الخليط ديال البسبوسة، كنحتاجو 2 بيضات، نص كاس ديال السكر سنيده اي ما يعادل تقريبا واحد 75 غرام، نص كاس ديال الزيت حتى هو 75 غرام، نص كاس ديال العصير البرتقال اي ما يعادل واحد 80 غرام، عندنا 150 غرام ديال السميده الرقيقه خاصه بالحلويات، 2 خمارات اي ما يعادل 16 غرام ديال البيكن باودر، واحد ساشي ديال الفاني، واحد ياغورت ديال الفاني ولا طبيعي على حسب اللي متوفر عندكم، قبيصه الملح ومعلقه كبيره ديال القشره ديال البرتقال. كتلا اول حاجه كناخذ شي بول ولا شي باسين كنديروا فيه دوك 2 بيضات وقبيصه ديال الملح، غادي نزيدو عليه ساشي ديال الفاني اللي ما متوفرش عنده هكا ساشي فاني ديال الفاني اللي متوفر عنده بودغ ديال العبار ولا اللي كيكون اون جيل اللي عنده. غادي نزيدو السكر وغادي نخدمو الكل مزيان حتى كنحسو داك السكر سنيده داب غا بالخلاط اللي يداوي. من بعد غادي نزيدو الزيت، داك نص كاس ديال الزيت ونخلطو تاني الكل. غادي نضيفو هذاك نص كاس ديال البرتقال، واحد ياغورت فاني ولا طبيعي بالسكر، المهم اللي عندكم، ونخلطو عاود الكل تينسجموا مع بعض. نسجمنا الكل مع بعضو. غادي ناخدو دوك 2 خمارات ديال 8 غرام اي 16 غرام ديال البيكن باودر، وناخدو شي صفاي ولا شي وريبيل، وغادي نضيفو ديك الخميره على السميده. قلت لكم السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات. غادي نضيفو عليها هاد الخميره ونخلطو هاد النواشف مع بعضياتهم. ملي كنخلطو النواشف مع بعضياتهم، ها هي ديك الخميره والسميده الرقيقه، غادي ناخد الخليط ديالنا الاول، غادي نضيف عليه النص ديال النواشف ونخلطهم، ونعاود نضيف، غنخلطهم حتى شويه ونعاود نضيف النصف الاخر ونخلط. حاله غادي نضيفو ديك القشره ديال البرتقاله، هنا عندي معلقه كبيره على حسب البرتقال قداش عندكم، مهم عبروا واحد المعلقه كبيره، يمكن ديروا تيبقى على حسب اللي بغيتو، يمكن ديروا حتى الليمون معسل، القشره ديال الليمون معسل تكون مقطعه صغيره حتى هي يمكن تضيفوها. غادي نخلط الكل مزيان. من بعد كناخذوا المول العجيب، هذا عندي المول العجيب اللي كيكون هكا مشنف من الجناب، غادي ندهنوه بالزبده ونرشوه بالسميده الرقيقه، نرشوه مزيان حتى يتلبس لينا بالسميده الرقيقه كي قلت لكم ندهنوه بالزبده. ومن بعد غادي ناخذوا الخليط ديالنا، غادي نخويوه في المول، وغادي نشعلوا الفران على درجه حراره 160، نشعلوا ليه لتحت، نخليوه يسخن شويه، وندخلوا البسبوسه ديالنا للفران على درجه حراره 160 مشعل غير لتحت، نخليوها حتى طيب على خطرها. من بعد ما نحسوا بها طلعت وطابت، نشعلوا ليها الفوق تحمر، وديك الساعات
نخرجوها نخليوها كتبرد وندوزو نوجدو الكريمه ديالنا. مني كطيب لينا البسبوسه وتنخرجوها من الفران كنكونوا موجدين واحد السيرو اللي غادي نسقيو به. هنا عندنا واحد الكاس ما عامرش ديال عصير البرتقال، وكنزيدوا عليه واحد المعلقه حتى المعلقه ونص ديال السكر على حسب درجه الحموضه ديال البرتقال ديالكم. الا كان حامض تديروا معلقه ونص هكاك وانتم ذوقوا. كان حلو كديروا معلقه ولا نص معلقه، المهم على حسب الليمون اللي عندكم او البرتقال اللي عندكم. كيداير كنديروا فوق هكا النار مهيله، وحنا كنخلطوه حتى كنحسوا بداك السكر داب صافي. كنخليوه غير يدفى شويه. ملي كنخرجوا البسبوسه ديالنا كنسقيوها مزيان، غادي نسقيوها مزيان ونخليوها على جنب تشرب لينا داك السيرو، وندوزو ديك الساعات باش نوجدوا الكريمه. دابا غادي ندوزو الكريمه اللي غادي نحتاجو فيها ربعه ديال عصير الليمون، واحد المعلقه صغيره ديال الفاني، انا استعملت الفاني ديال الساشيه ديال ايديال، تنعبر واحد المعلقه صغيره. عندنا 2 معالق كبار ديال بودر كريم باتيسير، بودره الحلواني، وعندنا واحد المعلقه ونص حتى 2 معالق ديال السكر سنيده، تيبقى على حسب اللي هذا البرتقال او الليمون ديالكم واش حامض ولا حلو، درجه ديال الحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها. عندنا النكهه ديال البرتقال، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وواحد ياغورت ديال الفاني. ندوزو للطريقه ديال الكريمه سهله. غناخدو شي كاسرول غادي نديرو فيها العصير ديال البرتقال، غادي نزيدو عليه السكر سنيده، الفاني، النكهه ديال البرتقال اللي ما متوفرش عنده يستغنى عليها، ديروا واحد 4 معالق تقريبا. اللي ما متوفرش عنده ما يديرش، هو كيزيد لينا داك تيزيد يعطينا ديك النكهه قويه ديال الليمون. وغادي نزيدو بودره الحلواني او بودره كريم باتيسير، اللي ما متوفرش عنده يمكن نعوضها بالنشا، هذه كتكون منسمه على النشا، يعني اللي ما متوفرش يمكن يعوضها بالنشا. غادي نخلط الكل مزيان وغادي نديرهم فوق نار مهيله وحنا كنخلطوا حتى كيعقد لينا الخليط. من بعد ما كنديروا الكاسرول فوق البوطه على عافيه اللي تكون مهيله، باستعمال واحد الفوي او واحد الخلاط اليدوي كنبداو نحركوا في الخليط ديالنا حتى كيعقد وكنحصلوا على كريمه. من بعد ما كيعقد لينا الخليط كي كتشوفوا كنحيدوا الكاسرول من فوق العافيه وكنضيفوا عليها ديك المعلقه ديال الزبده وحنا كنخلطوا بالفوي حتى كتذوب لينا تماما. من بعد كناخذوا داك الياغورت ديال الفاني كنحيدوا غير هذاك الماء اللي كيكون في الفوق ديال الياغورت وكنضيفوه كامل وكنبقاو نحركوا او نخلطوا بديك الفوي مزيان حتى كينسجموا لنا المكونات كامل مع بعضياتهم، كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون ليس. من بعد ملي كتوجد الكريمه ديالنا كناخذوا البسبوسه وكنعمروا ديك الحفيره اللي كتكون في المول العجيب او داك الوسط ديال البسبوسه بالكريمه اللي كتكون دافيه. كنحاولوا نسويو هذاك السطح ديالها او داك الوجه ديالها، كنقادو مزيان ديك الكريمه ديالنا. من بعد يا اما كتخليوها فوق سطح العمل او فوق البوطاجي ديالكم حتى كتقبض في راسها ديك الكريمه، ولا كتدخلوها للثلاجه، المهم على حسب الا زربانين بها دخلوها للثلاجه راه دغيا كتقبض في راسها. من بعد غادي ندوزو نزينوها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال بسبوسه البرتقال اللي حضرت معكم اليوم. كتجي رائعه شكلا ومذاقا، كتجي لذيذه بزاف، صدقوني اللي جربتوها غادي تولي معتمده عندكم، وحتى اللي ذاقها عندكم غادي يطلبكم ضروري تعطوه الوصفه او تعطوه المقادير. بالنسبه للتزيين انا هنا زينت بحبات ديال الفرomboise اللي رشيت عليهم شويه ديال السكر كلاصي، هاد لي طرونش او هاد الدوائر ديال البرتقال المجفف، و هذا ورقه ديال النعناع
رائع. بالنسبة للبرتقال المجفف أنا راه كنصاوبو في الدار هو ولا الحامض، كي كتشوفوا كيجي زوين في الشكل ديالو، كيطلع لينا رخيص، حيت البرتقال هكا مجفف كيكون شويه الثمن ديالو طالع. الا بغيتوني نشارك معكم الطريقه خليوها لي في التعاليق. نتمنى لا فيديو ديالي ما يعجبكم. كما العاده ما تنساونيش من لايك ديالكم، التعاليق ديالكم الجميله، وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.